وحاولنا انه نكونوا خدامين على امثله محليه وافكار محليه ومشاريع محليه في المجموعه ديال بندق الله وعطيتو النهار الدخله الاولى ديال راه عندي مشروع ديال الزريعه، واليوم هذاك المشروع ديال الزريعه ولا بيزنس بلان ولا لي دوفي ولا مارشي ولا التقديم ولا النقاط ديال التقديم ديال المشروع ديال هذه التجربه. وغير دابا نيت في دردشه معكم الاخوان الدبالي اللي كانت السيده رئيسه التسويق هو بداو وعاو بانه مهما كان التمويل ولا ما كانش، ولكن كاين فرق كيفاش دخلتوا للمنصه وكيفاش دخلتوا منها. كاين تفصيل هذا كبير هذه النقطه. قويل باش ما كيتعلم سي سا مارش با، هادي ديروها في بالكم. شكون هما المقاولين اللي نجحوا في كوفيد؟ حتى هي تجربه خصكم عليهم وتجلسوا معاهم وتصنتوا لهم. شكون هما المقاولين اللي نجحوا في كوفيد؟ اللي قادين يبدلوا لاكتيفيتي. كيمشيو عند لي ميكانيسيان دونتير باش يبدلوا وديال راه السعدي محمد عبد الرحمن، رئيس مركز تكوين وتأهيل الشباب التابع لجمعية طارق بن زياد. اليوم احنا كنحتفلوا بمرور سنه على المواكبه ديال الشباب، منصه الشباب بيغرا بشراكه مع اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه. وكانت الحصيله ديال هذا العمل ديال سنه في المواكبه يعني مشرفه، حيث تمكنا من معالجه جميع الملفات ديال حاملي الشباب اللي تقدموا المنصه وتوجهوا لجهه المقاوله من يناير 2022 حتى ليناير 2024. وكانت الحصيله ان 305 ديال حاملي المشاريع شاركوا في هذه المواكبه، وتقريبا 50% ديالهم تمكنوا من يعني استكمال المسار ديال التكوين وتقديم يعني وتقترحوا باش يقدموا المشاريع ديالهم امام اللجنه الاقليميه للتنميه الاقتصاديه. واضافه ل 41 حامل المشروع في مرحله بعد الانشاء، حيث الاولانيين هما ديال قبل الانشاء. هذه السنه فرصه باش الشباب ديال الاقليم يحتكوا مع الخبراء ومع المقاولين ومع ذوي التجربه في هذا المجال. وهذه مناسبه باش نشكروا السيد عامل الاقليم والسيد الكاتب العام والقسم العمل الاجتماعي على المجهودات اللي داروا باش هذا الصرح يوقف اولا يتبنى يتجهز احسن تجهيز، حيث وفروا جميع الظروف الملائمه ديال هذا العمل هذا ديال مواكبه الشباب. دائما نتكلم على صاحب التجربه، دائما نتكلم على القسم منه باش ياخذ منه من مجموعه الخطا كلها. رشيدة مماد، رئيسة جمعية طارق بن زياد. اليوم كنحتفلوا باختتام المواكبة ديال فريق مرحلة قبل الإنشاء، فريق ديال الشباب اللي تسجلوا بمنصة الشباب بيغرا واللي تم المواكبة ديالهم. هذا الفريق اللي انخرطوا فيه 305 شاب وشابة اللي استفدوا من مجموعة ديال التكوينات والمواكبة من واحد الفريق ديال الخبراء في واحد المدة اللي قريبة لسنة تقريبا دابا، وحنا كنقوموا بالمواكبه بمنصه الشباب. حاليا تقدموا 111 شاب وشابه امام اللجنه ديال التنميه الاقتصاديه بعماله شتو كيتباع سي بي دي او، والمجموع اللي اصلا كان الملفات ديالهم واجدين ودفعناهم القسم العمل الاجتماعي بالعماله كان 161 ديال شاب وشابه. والتزامن ديال هذا الاحتفال كان تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمراه. ما نسيناش نحتفلوا حتى بالمراه بالمقاوله اللي خاضت هذه التجربه واللي خاضت الغمار ديال رياده الاعمال بمنتوجات محليه، فهنيئا لهن بهذه التجربه.
الشباب شوف عيفا